بصوت هادئ تحليلي ومتزن على مدى أكثر من 20 عاماً، ظل الصراع بين الصومال وآلباب واحداً من أكثر النزاعات تعقيداً واستمراراً في المنطقة. صراع لم يقتصر على المواجهة العسكرية فقط، بل امتد ليشمل السياسة والفكر والعقيدة، مؤثراً بشكل عميق على حاضر البلاد ومستقبلها. ورغم تكرار الحديث عن إمكانية الحوار وفتح باب المصالحة، إلا أن الواقع يشير إلى غياب الاستعداد الحقيقي لدى الطرفين للسير في هذا الطريق نحو حل دائم. من جهة الصومال، تتمسك الدولة بالنظام الديمقراطي والحكم الدستوري، وتعتبر أساس وجودها السياسي وشرعيتها الدولية. وترى الحكومة الصومالية أن أي تنازل عن هذا المسار قد يهدد كيان الدولة الحديثة، ويقوض الاعتراف الدولي الذي تسعى للحفاظ عليه. ولهذا تفضل الصومال خيار المواجهة، وتسعى إلى إضعاف وتفكيك ALBB بدل الدخول في مفاوضات مباشرة معها. في المقابل، لا تظهر ALBB أي مؤشرات على قبول النظام الديمقراطي أو الدستور القائم، بل تستند إلى رؤية فكرية وعقائدية خاصة تؤمن بأنها النموذج الصحيح للحكم والمجتمع. وبدل الانخراط في حوار سياسي، تركز ALBB على ترسيخ هذا الفكر وتعزيز نفوذها من خلال نشر أيديولوجيتها وبناء قاعدة مؤمنة بها. ومن أخطر جوانب هذا الصراع أن الطرفين معا يركزان على تنشئة أجيال جديدة تتبنى أفكارهما وقناعاتهما، وهو ما يعني أن الخلاف لم يعد محصورا في الحاضر، بل يتم نقله إلى المستقبل جيلا بعد جيل، مما يقلل فرص الوصول إلى سلام قريب. وعند النظر إلى المشهد العام، لا تبدو هناك مؤشرات واضحة على أن هذا الصراع سيتجه نحو نهايته خلال ال20 سنة القادمة. فما لم يحدث تغير جذري في الفكر أو الاستراتيجية لدى أحد الطرفين، أو يظهر ضغط داخلي أو خارجي يفرض مسارا جديدا، فإن الصراع بين الصومال وألبب سيبقى قائما، عائقا أمام السلام والاستقرار والتنمية في بلد أنهكته سنوات طويلة من النزاع. نهاية التعليق الصوتي.